المغربي سعد لمجرد المتهم بالتحرش الجنسي على فتاة من جنسية فرنسية، مهددا بفقدان الوسام الملكي الذي كان الملك محمد السادس قد منحه إياه العام الماضي. ووفق ظهير الشريف رقم 218.00.1 الصادر في 5 يونيو 2000 المتعلق بالأوسمة الملكية، في مادته 82 أنه تطبق العقوبات التأديبية على كل حامل لأحد الأوسمة الوطنية المغربية ارتكب ما يخلو بالشرف أو حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية. ومن جهة أخرى تنص المادة 85 من ظهير نفسه أنه يجب على السفراء والوزراء المفوضين والقناصل بواسطة وزارة الخارجية أن يعلموا ديوان الأوسمة بجميع الأعمال الخطيرة التي ارتكبها حامل أحد أوسمة المملكة، والتي قد تستوجب تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها. وإذا ثبت قيام لمجرد بالتحرش الجنسي على الفتاة التي كانت برفقته في إحدى فنادق باريس، فسيجرد من وسامه الملكي، وستطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر من ظهيره. يذكر أن لمجرد كان قد حصل العام الماضي على وسام المكافأة الوطنية من درجة فارس من طرف الملك محمد السادس، وذلك بمناسبة ذكرى 52 لميلاده.